تاخذ 5 لحظة دقائق. لحظة يا شيخ عاصي، لحظة، الله يجزاكم خير، الله يرحم والدين والديكم. خلونا والله العظيم أنا أبو يوسف. أبو طيب أعوذ يوسف، بالله. يا بدر اعطينا مجال، ايش بيك؟ غير نفتح المايك. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم ومناوئيهم ومنكري فضائلهم من الآن منذ آدم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا عدالة الصحابة موضوع جميل، طبعا نسأل الأخوة أن يسجلوا حتى يستفيد الذين يستمعون لهذا الحوار إن شاء الله. عدالة الصحابة يؤمن بها الشيعة أكثر من السنة. حتى يفهم الأخوة عن ماذا نتكلم، إخواني نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن العدالة الشرعية التي يكون معها الإنسان صالح للاتباع ولأخذ الدين منه، وهذه العدالة هي التي يتكلم عنها الشيعة ويطالبون، لأنه عدالة الصحابة هي في مقابل الإمامة. أهل السنة قالوا إن الصحابة هم الذين نقلوا الدين وهم نقلة الدين ونحن نأخذ منهم الدين، وكلهم عدول، كل أصحاب النبي عدول ورضي الله عنهم أجمعين أكتعين أفصعين. طبعا نحن الشيعة أناس عقلاء ومتبعين للشرع. الله سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فنعطي ميزان الشرع ونضع ميزان الشرع على الجميع. طيب صحابة أو غير صحابة، لكن بما أن الموضوع في عدالة الصحابة، فأهل السنة مثلا الإمام البخاري في أول كتاب فضائل الصحابة يقول بأنه ومن رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه. فإذا كل واحد يرى النبي من المسلمين يعلن إسلامه فهو من الصحابة. الآن هنا يقع بعض الإشكالات على أهل السنة، أنه هذا التعريف أنه كل من آمن بالنبي ظاهرا أعلن الإيمان ظاهرا ومات على هذا الإيمان الظاهري يكون من الصحابة، هذا يقع فيه ويدخل فيه المنافقين جميعا، المنافقين جميعا، لأن كلهم أعلنوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا؟ وماتوا على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا الإشكال الأول يا أهل السنة، كيف نميز بين الصحابي والمنافق بالتعريف وبالاتباع؟ كيف نميز بين الصحابي وبين المنافق بالتعريف والاتفاق في التعريف والاتباع؟ نحن الشيعة أئمتنا بحمد الله مدحوا صحابة رسول الله المؤمنين وبينوا أن هؤلاء المؤمنين الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم والذين صدقوه والذين لم يتعمدوا الكذب عليه، ومدحهم الإمام. وأشكر الأخوة السلفية سبقونا وخففوا عنا النقولات. ما بال أصحاب محمد هؤلاء غير المنافقين الذي وصفهم الإمام في الحديث الأول بأنهم هنالك منهم منافق مستأكل في الدين يكذب لا يتورع عن الكذب، هؤلاء ليسوا ذلك. لكن الذين اختلفوا من الصحابة سمع شيء من النبي ولم يسمع ناسخه وكذا، قال صدقوا لأنهم كانوا يسمعون الشيء ولا يسمعون ناسخه ومنسوخه. فلهذا احنا ما عندنا مشكلة مع جميع الصحابة. قال الإمام الصادق عليه السلام كان أصحاب محمد 12,000 يقومون الليل ويصومون النهار وليس فيهم مبتدع ولا قدري. وأوصى أمير المؤمنين بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يبتدعوا. الآن السؤال لأحمد العاصي، كيف تفرق
بين الصحابي والمنافق في الاتباع. مثلا عندك الصحابة الذين حاولوا قتل النبي في العقبة وهم من كبار الصحابة، حتى أن عمر كان يقول هل أنا منهم أو لا؟ كيف تميز في الاتباع من أنه لم يكن أبو بكر وعمر ممن حاولوا قتل النبي في العقبة؟ برئهم لي حتى أنا أستطيع أتبعهم وأقول هم عدول. تفضل. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين. كان الواجب على الأستاذ أنه يبدأ يعرف لنا مباشرة يعني إيه عدالة ويعني إيه صحابة، وبعد ذلك يفرع، يبدأ يعرف لنا معنى العدالة ومعنى الصحابة، لأن هذا مصطلح مركب فيعرف. ولكن على كل نحن نقول أن الصحابي بالمعنى الاصطلاحي لا يدخل فيه المنافق. الصحابي بالمعنى الاصطلاحي لا يدخل فيه المنافق، لأن تعريف الصحابي كما ذكره العلماء من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، والكافر والمنافق لا يدخل في هذا. هذا تم الجواب عنه. كيف تعرفه؟ أنه أصلا لا يدخل في المعنى الاصطلاحي بدليل، ونشكل عليك بعدة إشكالات. الآن أهل البيت بالمعنى اللغوي العام يدخل فيه أبو لهب، فلما يأتي المعنى الاصطلاحي يخرج أبو لهب. كيف تعرف بالمعنى الاصطلاحي؟ أهل البيت بالمعنى العام يدخل فيه أبو لهب. ثم بعد ذلك أهل البيت الشرعي هم الأزواج وأهل الكساء وبنو هاشم وبنو عقيل. ثم أنتم عندكم تقسيمات أهل البيت الخاص وأهل البيت السكن ومش عارف إيه. تمام؟ إذن جاوبناك عن سؤالك إنه هو لا يدخل أصلا. الآن السؤال بقى، أنا مش هاخد خطبة ومش عارف إيه. الآن قال بأن الصحابة عندنا عدول أو بعضهم عندنا عدول. نريد منه تعريف الصحابي. واحد عنده تعريف الصحابي عند الشيعي ما له علاقة بالسني. تعريف العدالة عنده للصحابي اللي هو العدول، هل هو واجب الاتباع؟ لأنه تعريف الصحابي هل يقصد أنه واجب الاتباع؟ هل يقصد بهذا التعريف كما ذكر؟ قال إنهم نقلوا الدين. من قال إنهم نقلوا الدين؟ الآن سنرى من هم نقلوا الدين ولا لأ. وقال كلهم أعلنوا الإيمان وكلام طويل. فإحنا عايزين أول شيء يعرف لنا الصحابي عنده كشيعي، يعرف لنا ما مقصود العدالة، هل هو واجب الاتباع ولا ماذا. يعرف لنا السؤال الثالث عشان نختم 3 مداخلات، لأن أنا هختم بهذا. هل الصحابة نقلوا لكم القرآن لا بلاش السؤال ده. هل في أصحاب الأئمة منافقين وكيف تعرفهم؟ هل في أصحاب علي منافقين ولا لأ؟ وإن كان في كيف تعرفهم؟ وهل في أصحاب الحسن منافقين ولا لأ؟ إن كان نعم قل لي نعم، وإن كان لا قل لا، وإن كان نعم كيف تعرفهم؟ هل في أصحاب الحسين منافقين ولا لأ؟ وإن كان لا قل لا، وإن كان نعم كيف تعرفهم؟ وكيف تعرف أنهم لم ينقلوا دينا لك؟ تفضل. 3 أسئلة هعيدهم عليك. تعريف الصحابي عند 2 أسئلة. راح آخذ 2 أسئلة. لا 3 ما في المداخلة. 2 ما تفرضش عليا وانت في بالك. طيب. من اول لا هو الاثنين يا طب بس يا حبيبي وقف الوقت يا ابو ازر. هم سؤالين، تعريف الصحابي والعدالة ده سؤال واحد لان ده مصطلح مركب. ده سؤال واحد. حلو كده؟ ده سؤال واحد في بعضه عند اهل الاصول. تعريف الصحابي وتعريف العدالة واحد. عدالة الصحابة مصطلح على بعضه كده. تمام؟ ادي سؤال اهو. السؤال الثاني، هل الأئمة في أصحابهم منافقين ولا لا؟ إن كان نعم قل نعم، وإن كان لا قل لا. فإن كان نعم كيف تعرفهم؟ وهل نقلوا لكم دين ولا لا؟ هو ده سؤال واحد مركب. تفضل يا عمي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى لحظة. الوقت راح يتخلص 3 دقائق وقبل ما تبدأ. لحظة بس، الله يجزاك خير. طيب لحظة بس، عندك 2 أسئلة. أنا تراني ما سجلت لك سؤالك لأني صراحة ما فهمته لك وظنيت إنه جاوبك عليه. طيب السؤال الأول أحمد العاصي. شنو اللي ما سجلته؟ لحظة. طيب. شنو اللي ما سجلته؟ حبيبي لحظة بس، اسمعني الآن.
لحظة بس. ما ألزم صراحة أعيد لك. في اثنين أسئلة. يسأل أحمد العاصي يقول لك عرف العدالة للصحابي وما مقصودك، وهل هو واجب الاتباع؟ السؤال الثاني، هل في أصحاب الأئمة منافقين أم لا، وهل أخذت منهم دين؟ تفضل. طيب، أولا كل سؤال عن أصحاب الأئمة وأصحاب المعصومين خارج الموضوع، لأن موضوعنا عدالة صحابة النبي. واضح؟ لما يريد أحمد العاصي مناظرة في عدالة أصحاب الأئمة من عيوني، خليه يخلص الأولى في عدالة أصحاب النبي، ننتقل لأصحاب الأئمة. أنا جاوبت لو كان هو معي، الظاهر هو مرتبك ليس معي. قلت الميزان الشرع، أصحاب الأئمة وغيرهم ميزانهم الشرع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا جواب سؤاله عن أصحاب الأئمة. أما يقول يجب أن يعرف لي، ما عرفت لك، أنت ما كنت تستمع. أنا أقبل تعريف البخاري الذي أنتم تقولون قال به الحر العاملي وقال به ما أعرف منه. طيب، تعريف البخاري للصحابي أنا أقبله، هو من رأى النبي من المسلمين فهو من أصحابه، هذا هو التعريف. ولا يوجد، شوف إخواني، هو ماذا قال؟ قال بأن تعريف الاصطلاحي يخرج منه المنافق. أتحداه، هو هذا التحدي. أبو آزر، أنت زعمت أنك لم تستمع إلى سؤالي. اسمع يا أبا آزر، في تعريف الصحابي استمع وسجل. كيف يفرق بين المنافق والصحابي في تعريفهم للصحابة عندهم؟ قالوا الصحابي هو كل من رأى النبي من المسلمين ومات على ذلك. يعني شنو؟ يعني رأى النبي، أعلن الإيمان به ومات على ذلك الإعلان للإيمان. الإيمان قضية قلبية ما أحد يعرفه، ولأنه أعلن قالوا آمن به. طيب، فالمنافق والصحابي المؤمن في الظاهر مستويان. كيف يفرق أحمد العاصي بينهما؟ وصلك السؤال؟ تمام. خلاص، الآن لم نسمع جواب. كيف يستطيع أن يخرج أبا بكر وعمر ممن حاولوا اغتيال النبي من المنافقين؟ هذا له علاقة بالعدالة. يقول أنا قبل أن تتكلم في نقلة الدين. لماذا قبله؟ هذا هو كل الموضوع، أنك أنت تأخذ الدين من هؤلاء. أنا عندي الصحابي، سألتني سؤال قلت هل هم واجبي الاتباع؟ لا، الصحابة ليسوا واجبي الاتباع عندي. ليش؟ لأنه أنا في ديني ماذا؟ أنا في ديني التمسك بالقرآن والعترة. إلى الإمام المعصوم قال لي يجوز لك أن تأخذ شيئا فقهيا أو كذا من صحابي أو من فقيه عادي في هذا الزمان أو في أي زمن، أقول له على عينه وعلى رأسي، لكن واجبي اتباع بذاتهم لا، هذا باطل. الآن سؤالي لك، كيف تفرق بين المنافق وبين الصحابي مثل أبو بكر وعمر الذين حاولوا قتل النبي؟ كيف تخرجهم؟ انتهى. قبل مداخلتك الشيخ أحمد العاصي، دائما عندي مداخلة وإياكم، هو نقلا لإلزاماتكم. السؤال الأول لأبو يوسف، كيف تفرق بين المنافق والصحابي في تعريفك للصحابي العادل؟ السؤال الثاني، كيف تخرج أبو بكر وعمر من حادثة العقبة وأنهم ليسوا منافقين؟ الشيخ أحمد العاصي سأل 2 أسئلة كذلك، عرف العدالة للصحابي وما مقصودك، وهل هو واجب الاتباع؟ قال لك عرفت، صراحة ما كتبتش الإجابة. السؤال الثاني، هل في أصحاب الأئمة منافقين أم لا، وهل أخذت منهم دين؟ الجواب هذا خارج عن الموضوع وميزانهم الشرع. تفضل جاوبني على إلزاماته الشيخ أحمد العاصي. طيب، أول قوله أن أبو بكر وعمر كيف نخرجهم، المستدل هو الذي يأتي. نحن على البراءة الأصلية، فإن قال حديث الوليد بن جميع هذا حديث ضعيف، والوليد بن جميع إن قال روى له مسلم ولا روى له مش عارف إيه، روى له في المتابعات. انتهينا. الذي يأتي ويقول إن هؤلاء ممن طعنوا هو اللي يستدل. واحد بيدعي إن دول طعنوا في النبي وأرادوا قتل النبي، يقول لي كيف تخرجهم؟ أدخلهم الأول يا أستاذ. تفضل يا حبيبي. السؤال، كيف تخرج عمار والصحابة المنتجبين من عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي نفس الجواب. طيب، كيف تعرف المنافقين؟ والله جاوبناك، لأنهم لم يدخلوا أصلا.
لم يدخلوا أصلا. هذه صحبة بالمعنى اللغوي، فأنت ما فهمت الجواب، دي مشكلتك. طيب أنا سألت يا جماعة تعريف عدالة الصحابي عنده هو يقول لك أنا أرضى بالبخاري. فين البخاري؟ إحنا بنسألك ما هو تعريف، بيقول لك ميزان الشرع. اللي هو إيه ميزان الشرع ده؟ حط لنا ضابط. إيه هي مفهوم العدالة عندك للصحابة المنتجبين؟ إيه هو مفهومها؟ ما هو مفهوم عدالة الصحابة المنتجبين اللي انت جاي تناظر فيها؟ والله سنجلدهم. هو مش عارف المصطلح اصلا، يقول لك انا راضي بالبخاري. اتفضل افتح لنا البخاري والان اقرأ لنا من كتبك انت التعريف. ثم سألته عن عدالة اصحاب الائمة هل فيهم منافقين ولا لا؟ يقول لك خارج الموضوع. لا مش خارج الموضوع، لان هذا له تعلق بالعدالة عموما عشان نعرف الطعن في النبي. طيب السؤال، قال إذا قال لي المعصوم خذ من فلان فآخذ منه. إذا قال لك المعصوم خذ من أبو بكر وعمر، بلاش من، إذا قال لك المعصوم خذ من هؤلاء المنافقين تأخذ ولا لا؟ تفضل، أنا هكتفي بهذا. إذا قال لك المعصوم خذ من المنافقين تأخذ ولا لا؟ يلا. اكتفيت يا حبيبي. طيب جميل جدا. لحظة بس، هو ما يفتح إلا ما أسأله. طيب جميل جدا، أنت اكتفيت. لحظة أبو يوسف خليه أكمل. إذا قال لك المعصوم خذ من المنافقين هل تأخذ أم لا؟ طيب بالنسبة لسؤال أبو يوسف كيف تخرج أبو بكر وعمر من حادثة العقبة وأنهم ليسوا بمنافقين؟ الجواب المستدل هو الذي يأتي وأنت الذي زعمت. طيب الآن أبو يوسف سمعت الإشكال. إذا قال لك المعصوم خذ من المنافقين هل تأخذ أم لا؟ تفضل افتح الكتم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أولا لم نسمع جوابا قال هو بأنه ماذا نحن نبقى على المستدل هو الذي يأتي وماذا، ونحن نبقى على البراءة الأصلية. ما في براءة أصلية، في اتهام أصلي. الوحيد الذي نجا من هذا الاتهام هو علي بن أبي طالب. كل صحابته شوف الله يمكرون ويمكر الله. الله مكر بكم، أردتم أن تأخذ الدين من كل الصحابة. أنا لا يهمني لا عمار ولا حذيفة ولا، لأن هؤلاء كيف أخلصهم من هذا الاتهام؟ أنا أجيبك على هذا السؤال. يتخلصون من اتهام النفاق بتمسكهم بعلي بن أبي طالب بعد موت النبي. الذي يتمسك بعلي بن أبي طالب ليس منافق، الذي يكون ضد علي بن أبي طالب منافق. واضح؟ أما بقية الصحابة لا يهمني، حتى كل الصحابة لا يهمني بما فيهم عمار. ليش؟ لأن أنا عمار ما أخذ من عدة الدين بذاته. جيد؟ الآن أيها الأخوة أجبته. يقول البراءة الأصلية. ما في براءة أصلية لأبي بكر، في اتهام أصلي، ولهذا عمر ما كان يعرف البراءة الأصلية. ذهب وقال ماذا؟ قال بأنه يا أم سلمة هل أنا منهم، يا حذيفة هل أنا منهم. طيب إخواني لم يجب على شيء. يقول كيف تخرج عمار؟ أجبناك باتباعه لعلي عليه السلام والعترة. ميزان الشرع هو التمسك بالقرآن والعترة. أنت ما تعرف هذا الميزان عند الشيعة؟ يعني دائما أنت تحاور وما تعرف أن الشيعة يجعلون التمسك بعلي وأهل البيت هو ميزان الإيمان والنفاق. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يقول بقضية العدالة المطلقة أني ما أجبته. أخي أنت ليش ما تستطيع تدافع عن صحابتك؟ العدالة المطلقة لو كان موضوعنا العدالة المطلقة نتكلم، موضوعنا عدالة الصحابة. أبو آزر أنت مطالب كصاحب بث كل مرة تضع الموضوع عدالة الصحابة، ضعه فوق. يقول إذا قال المعصوم خذ من المنافقين تأخذ، هذا سالب بانتفاء الموضوع والمحمول. أنت تحب المنطق. المعصوم لا يأمر بشيء خلاف القرآن. إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي عليه السلام رفض أن يتمسك بسنة أبي بكر وعمر لما أتوه وأتاه عبد الرحمن بن عوف وقال ارفعها شوية يا أبا أزر، ارفعها شوية هذه الكتابة.
فلما قال له بايع على سيرة أبي بكر وعمر قال لا، كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. المعصوم لا يأمر باتباع المنافقين، وتحدث في هذا. أخرج لنا أبي بكر وعمر من اتهام محاولة اغتيال النبي. أنا ما استدليت لا بابن سميع ولا بأحد. الحادثة في القرآن. انتهى. ما لم أسجل لك الآن أي سؤال صراحة، بقيت تجاوب لأنه أعدت إلزامي. أنت باقي مصمم على الإلزامات، ماكو مشكلة. عيد إلزامي، أنت عيد. إن شاء الله راح أعيد إلزامك، لكن آسف فضلا ليس أمرا إخوان المناظرين. مو مشكلة. لحظة بس الشيخ أحمد العاصي بالله. حبيبي، الجواب عن السؤال الأول: أخرج أبو بكر. يا أستاذ، أنت الذي ادعيت أن أبا بكر هو داخل. اتفضل جاوبناك. كيف تعرف الصحابي؟ جاوبناك، انتهينا. أنت مش مستوعب، دي مشكلتك. قال الرجل: أنا لا يهمني الصحابة وعمار وكلهم لا نأخذ منهم دين. حلو جميل. شفتوا يا أخوانا؟ قال في اتهام الوحيد الذي نجا هو مين؟ علي، والبقية كلهم متهمون. كيف أخرجتهم؟ أخرجهم باتباع علي بعد كده. يا سلام على العبقرية، يا سلام. وسيأتي الإلزام. قال إنه لما سألناه السؤال: عدالة الصحابة عرفها عندك. قال بالأثر، بالاتباع. طب يا حبيبي، إيه هو الاتباع؟ يعني الآن في حاجة اسمها العدالة هي الاتباع؟ الاتباع ده شوية قليل، خير شر. إيه هو العدالة؟ ما هوش يعني الراجل جاي يحاور في موضوع. والله يا إخواني أقسم بالله العظيم لا شيعي ولا غير شيعي يقدر يحاور في عدالة الصحابة. هو ما يعرفش يعني إيه عدالة أصلا. إيه هو مفهوم يعني أنا مش مضطر أصلا أقرأ مصادر قدامي. ليه؟ لأنه هو لا يستطيع الحوار، ما هوش عارف يعرف التعريف. يقول لي أنا راضي بالبخاري. طيب، فلما يعرف لنا تعريف عدالة الصحابي تعريف جامع مانع، احنا عايزين تعريف بالحد والرسم، او تعريف بالمثال، او تعريف اي حاجة يا عمي بالثمرة حتى نبقى ننتقل. طيب سألناه: هل يأمر إذا أمرك المعصوم؟ قال لا، مع انه لو حد سجل له في المداخلة السابقة إذا قال المعصوم خذ من فلان قال سآخذ. إذا قال المعصوم، الرجل مرتبك. إذا قال لي المعصوم خذ من فلان سآخذ، ثم قال سالب بانتفاء الموضوع. يا إخواني، سالب بانتفاء الموضوع يعني هذا الأمر لم يتحقق. المعصوم عندما قال لهم خذوا القرآن أمرهم بالأخذ من المؤمنين. هذا معنى سالب بانتفاء الموضوع. أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، ما فيش أبو عيسى أصلا. فإذا أثبت إيمان جميع الصحابة بقوله هذا. الله أكبر ولله الحمد. والله أثبت جميع إيمان الصحابة بهذه المداخلة. قال هذه سالبة بانتفاء الموضوع، مش ممكن يأمرنا بأننا نأخذ من المنافقين. فلما قال لكم اعملوا بالقرآن اللي جمعوا الصحابة، هم منافقين ولا لا؟ قال لك سالبة بانتفاء الموضوع. إذا الحمد لله هم مؤمنون. السؤال الجديد أيها الأحبة الأكارم: قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. سم لي 3 من الأنصار مؤمنين كما قال الله عز وجل: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يلا تفضل. وقال الله عز وجل عنهم: أولئك هم المؤمنون. تفضل. انتهى. يعني ما زلتوا ما فيش إلزامات، ما زلتوا على نفس النقاط اللي أنتم طرحتوها. جميل والله. مو إلزام. أنا بقول له سم لي 3 من الأنصار وألزمته بالإلزام. أنت ما بتسمحش الأسئلة ولا تعريف عدالة الصحابة. جميل. طيب يا اهدى أحمد. شوف إخواننا الأعزاء، لا يستطيع والله أحمد لحظة قبل ما أمشي لك الوقت أبو يوسف، والله جميل إنه نبقى مثلا في 3 4 5 نقاط على الأكثر ونركزوا عليها. ليس الفائدة في كثر الإلزامات من الطرفين. خليكم مثلا في إلزام 2 أفضل. أنت تعرفني أبو آزر أنت تعرفني. أنا يعني هذا يعني إيش أبو آزر أنت تعلم أنا لما أوصل لفكرة ولموضوع أبقى ماسك في هذه الفكرة حتى يعني بلد ريل ترسخ في عقول الناس.
وأنت الآن سوف ترى في نهاية هذا الحوار. أيها الأخوة، أحمد العاصي لا يجيب. تعرفون لماذا؟ لأنه متورط في هذه القضية. أنا بس أسجل يقول علي هو كيف علي هو الميزان. إيه غصبا عنك، علي بن أبي طالب هو الميزان، الله جعله الميزان. ولهذا حتى لما صار الخلاف بين علي ومعاوية وعلي والطلحة والزبير وعائشة وعلي والخوارج، كل الأمة علمت أن علي هو الحق والبقية بغاة. حتى قال ابن حجر هذا بإجماع الأمة. غصبا عنك، علي مع الحق والحق مع علي. ماذا تريد أنت؟ أنت زعلان من علي؟ علي هو الذي جعله الله فرقانا وميزانا وفاروقا بين الحق والباطل. أنت زعلان أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أنت زعلان ليش من علي بن أبي طالب؟ ليش علي بن أبي طالب يعني يجعل لك هكذا زرف في قلبك؟ على كل حال، أما الشيخ العاصي يقول سيأتي الإلزام، ينتظر المدد. ما أعرف ممن ينتظر المدد. سوف يأتي الإلزام في هذه، سوف يأتي. طيب ادخل بالموضوع عمي. العدالة في تعريفي أنا هي الالتزام بالشرع الذي جاء به القرآن والعترة، شرع النبي الذي نقلته العترة، اتباع طريق العترة، عدم اتباع أعداء العترة. هذه العدالة الشرعية عندنا. بعد هذا أكو جواب أوضح من هذا؟ يقول تعريف العدالة، هذا هو تعريف العدالة. القرآن نقله المعصوم حبيبي، ما نقله صحافتك. وإذا تريد تهرب إلى موضوع القرآن هذا يعني بعدين إن شاء الله يأتي مع الشيخ أحمد سيد يونس، ولا تخاف. جيد. أما يقول قرأ آية فيها الذين آمنوا. حبيبي أحمد العاصي، الذين آمنوا كلمة مفتاحية. دائما في كل الآيات لن تجد آية تعطي المقامات من دون الإيمان. وموضوعي معك هو إثبات إيمان كل الصحابة كما تزعمون، إيمانهم الذي يجعلهم أهلا للاتباع عندكم. أنتم قلتم هم نقلة الدين. طبعا هاي هم نقلة الدين دون إثباتها خرط القتاد. الله سبحانه وتعالى والرسول. أبو بكر الذي نسألك أخرجه من اتهام لأنه كان موجود في العقبة. أبو بكر لم يكن أهلا أن يبلغ آية عن رسول الله. آية ماذا؟ آية الحج التي هي براءة. لم يكن أهلا أن يبلغ آية عن رسول الله. انتهى. تفضل شيخ أحمد العاصي. تفضل الشيخ أحمد العاصي. بس شيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين. أرأيتم أيها الأحبة عجز واضح. يقول عندي، هو أنا بنظر مين؟ أنا بنظر واحد شيعي. نشوف كده في الفوائد الرجالية لمهدي الشيرازي، يقول في صفحة 273: فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسماء الرجال وطبقاتهم. فالصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام وأن تخللته ردة. الأستاذ بيقول لي أنا هجيب لك تعريفات علمائك. بيقول لي عندك مين أنت؟ حضرتك مين؟ أنا بناظر المذهب الشيعي. عندي آدي يا أخوانا من لقي النبي مؤمنا. فهو معترض علي، روح يعترض على علمائك. إحنا مش عايزين نأتيه عندي مين؟ عندك أنت مين؟ إذا يا إخواني والله العظيم سيخرج من هذه المناظرة صفر اليدين. جاوبنا عن هذه، يقول لي أخرج عمر. يا عمي واخرج أبو بكر. مش لما تثبت الأول إنه متهم؟ أنت اللي مطالب إن أنت تثبت إنه متهم. الآن هو بين المطرقة والسنداء. روح رد على علمائك، وفي كل مداخلة هنثبت لك من علمائك الذين قالوا بهذا التعريف. يلا يا سيدي. طيب الآن أيها الأحبة، قال سالب بانتفاء الموضوع. إذا أثبتنا إيمان الصحابة لأن علي أمرهم. قال سند القرآن. عمي بقى سند القرآن أنت هربت منه من الشيخ، والشيخ أحمد إن شاء الله أعدك أنه برضه سيقوم بالواجب. فبما أنه أمرهم بالأخذ منهم، فالآن هم مؤمنين ولا منافقين؟ إن قلت سالب بانتفاء الموضوع لازم أنهم مؤمنين والحمد لله، وكل من يعرف المنطق يعرف هذه المسألة. قلت له قال الله عز وجل عرف لنا عدالة الصحابة من كتبك. ما جاوبش. إحنا اضطرينا نجيب له.
سألناه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال الله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا بالجمع أولئك هم المؤمنون حقا. والخبر هو الجزء المتم الفائدة، فالخبر هو الجزء المتم الفائدة، فالله أخبر عن أمر غيبي أولئك هم المؤمنون حقا. سم لي 3 من الأنصار يجب اتباعهم، انقطع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سم لي أنصاري واحد يجب اتباعه في عدالته. العدالة ليست هي فقط الإيمان، لأنه ما هوش عارف تعريف العدالة أصلا. يا جماعة الخير، سنبقى تباح أصواتنا في استجداء الرجل انه يجيب. كيف يتصدر لموضوع هو مش عارفه؟ بالله عليكم، محاور لا يعرف التعريف اللي هيتكلم فيه، ما هوش عارف التعريف، يخالف جمهور علماء حتى. تفضل يا سيدي، علماءك قالوا الصحابي من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك. تفضل. جميل. قبل ما تفتح الكتم أبو يوسف لحظة بس، سؤاله: إذا قال لك أحد المعصومين خذ من المنافقين، هل تأخذ أم لا؟ ما سمعت لك إجابة. السؤال الثاني: سمي لنا 3 من الأنصار وجب هل أجاوبك؟ هل أبين لك أنه أنت ما تسمع مرات؟ هاي أنت وهاي مو مشكلة، لو ما سمعت أوكي في الإعادة. لا أنت قلت هذا السؤال، خليني أجاوب. أذكر لك جوابي كان أن المعصوم عليه السلام لا يخالف القرآن لأنه لا يأمر باتباع المنافقين، وقد رفض اتباع سيرة أبو بكر وعمر. لماذا لم تسجل هذه؟ سجل. طيب سجل يا أبو آزر، سجل. جميل جدا. المعصوم لا يخالف القرآن ويحيل ورفض سيرة أبو بكر وعمر الذين وصفهم بالنفاق. سيرة أبا بكر وعمر. الآن السؤال: الذين وصفهم بالنفاق. جميل. اكتب الذي وصفهم بالنفاق. عمي عندي حبرة هنا بفلوس، هذا ما خلاص. بفلوس. شفتوا؟ ما يسمع وما يريد يكتب، يخلص الحبر. اسمعوا يلا. السؤال: سمي لنا 3 من الأنصار وجب اتباعهم ولو واحد. أول شيء احنا ما قرينا له بوجوب اتباع الأنصار. ثانيا 3 من الأنصار الممدوحين. هذا فهمه. ما في آية تقول اتبعوهم وخذوا الدين منهم، هذا الأنصار عندك آيات في الأنصار. لكن 3 عمي، كل الآيات تقول آمنوا. 3 من الصحابة الأنصار المؤمنين أعطيك أيام: خزيمة الأنصاري، طيب، وأبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري. انتهينا. تفضل كمل. وينه؟ الو. طيب تريد الأسئلة الأخرى؟ طيب يلا جيب حتى تفضل حتى ابدا مداخلة. انت ليش بدأت وقتي؟ لحظة، ليش بدأت وقتي؟ انت مو جاي تسألني. هذا وقتك الآن. لا تسألني، انت قلت مداخلتي بين المداخلات. أسألك في وقتك، ايش فيك؟ تفضل مداخلتك. يا عم شنو تسألني في وقتها؟ هاي جديدة هذه. طيب أيها الأخوة الأعزاء، أبو أحمد العاصي يريد أن يجعل ويحول المناظرة للتعريف. عم التعريف أنا ما اختلفت معك فيه. أنا التعريف قلت لك أنا آخذ التعريف الذي قاله علمائي، وذكرت لك الشهيد الثاني، وذكرت لك قلت لك هذا متفق عليه. الصحابي هو من رأى النبي وأعلن الإيمان به ومات على ظاهر ذلك الإيمان. أشكلت عليك بأنه يدخل في هذا التعريف المنافقين. عند الشيعة كيف يميز المنافق من المؤمن؟ باتباع العترة. طيب اتباع العترة، انت ما عندك الآيات التي أتيت بها كلها تقول الذين آمنوا. ما حقيقة الإيمان؟ حقيقة الإيمان إخواني الأعزاء لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حقيقة الإيمان أنك تسلم لما أتى به رسول الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني عمر في رزية الخميس لم يكن مؤمنا،
عائشة لما خرجت على علي لم تكن مؤمنة. معاوية لما سب عليا وأمر الناس بسبه لم يكن مؤمنا. أبو بكر لما وصفه علي بأنه كاذب آثم خائن غادر فاجر في رواية أخرى لم يكن مؤمنا. ولهذا أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله رفض أن يأخذ بسيرة أبي بكر وعمر. الآن إخواني يقول أثبت اتهام أبو بكر، اتهامه ووجوده في العقبة. الذين وجدوا في العقبة كلهم متهمون إلا من ورد فيه نص بأنه مبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أخفى أسماءهم وقال لحذيفة وعمار لا تخبروا. فإذا حديث عمر بأنه قال له لست منهم هذا كذب، لأن حذيفة لا يخالف النبي. الآن أخرج أبو بكر وعمر من قائمة المتهمين بماذا؟ بمحاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عمر كان يقول هل أنا منهم؟ هل أنا منهم يا رسول الله؟ الآن تفضل عمار في صحيح مسلم يقول لأبو موسى الأشعري إن كنت منهم فهم 14. تفضل الآن أجب. أو 15. الحمد لله يا رب العالمين. لحظة الشيخ أحمد العاصي أعيد لك أسئلته. طيب خليني أعيد الأجوبة. الأسئلة معي أنا مذاكرها كلها. أي طيب خلي أعيد لك الأجوبة. تفضل. الإلزام عد له الإلزام يا أبو. لحظة الله يبارك فيك. لحظة سوي كده. طيب السؤال سمي لنا 3 من الأنصار وجب اتباعهم. الجواب خزيمة الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري وجابر الأنصاري. طيب إلزام باقي. كيف تخرج أبا بكر وعمر من حادثة العقبة وإنهم ليسوا منافقين، ويقول لك هو أنا أخرج بعلي لأنه فيه نص. تفضل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الأستاذ يا أخوانا برضو مصمم بعد ضغط شديد قال أنا أقبل بالتعريف. شوفوا يا أخوانا الضغط كويس. لما نقلنا له تعريف الصحابي قال أنا مش كان بيقول أنا التعريف ما يلزمنيش والتعريف مش عارف إيه. الآن قال من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك. كيف يخرج؟ باتباع العترة. طيب الآن نقول له اتباع العترة جميعا. هذا السؤال، اتباع العترة جميعا ولا اتباع واحد فقط يغني؟ اتباع العترة جميعا نريد هذا حتى نبين هذا المصداق. طيب الآن قال أبو بكر فقط اللي كانوا موجودين. عيد السؤال هذا. هل اتباع العترة جميعا ولا اتباع واحد فقط يغني؟ اتباع العترة جميعا أو واحد يغني؟ واحد فقط يغني. الآن احنا سألناه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. الآية بتقول اتبعوهم، قال الآية ليس فيها اتباع. هذه الآية فيها اتباع ولا لا؟ إن كان فيها اتباع قل نعم، ليس فيها اتباع قل. وإن كان فيها اتباع اثبت لي واحد أنصاري بس. السؤال واضح ده أنت ما جاوبتش عنه. تعريف العدالة خلاص. جاوبك. لا يتكلم عن الإيمان آية تانية. لا آية تانية. احنا سألنا سؤالين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وسنرد على مسألة الآية الثانية والذين اتبعوهم. هو قال الآية ما فيش فيها اتباع، فهل هذه الآية ليس فيها اتباع؟ قل نعم ليس فيها اتباع. وهل علي داخل فيها ولا لا؟ وإن كان فيها اتباع قل لي واحد أنصاري. واضح الجواب؟ طيب الآن قال أبو بكر كان موجود. طب ما كل الصحابة كانوا موجودين في المعركة، يبقى كلهم متهمين. جميل جدا. قال النبي أخفى أسماؤهم. بالله عليكم يا أخوانا ده مناظر، وانت عرفت منين بقى بسلامتك؟ انتهت المناظرة لما النبي أخفى أسماءهم. فإن قال لست منهم وحذيفة ومش عارف ايه ألزمناه. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن أسماءهم، فكيف علم العلامة أبو يوسف بأسماء المنافقين وأن أبا بكر منهم؟ يا الله، هذا التسجيل ينبغي أنه يخرج. قال لم يعلن النبي أسماءهم، فوحي جاءه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الجديد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن أسماءهم كيف عرفت أنه منهم؟ بأوصافه أم لا؟ إحنا نلزمك. الأوصاف هذه تكون ظنية.
أسئلتي مرة ثانية أيها الأحبة الأكارم، لأننا سنخرج من المناظرة ولم يجب. اتباع العترة اتباع واحد منهم أم جميعهم؟ طيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية فيها اتباع والذين اتبعوهم، هل يتبعون ولا لا؟ واذكر لنا أنصاري، وهل علي داخل ولا لا؟ قلت إن النبي لم يذكر أسماءهم، فكيف علمتهم؟ علمتهم بالأوصاف. وأما طعنك في أصحاب النبي سنردها لك في المداخلة القادمة إن شاء الله، أبشر. الآن تفضل جاوب عن أسئلتنا. طيب جميل جدا. لحظة أبو يوسف، لحظة أبو يوسف. أبو أزر ممكن طلب؟ تفضل. إذا تريد أن الإجابات على الأسئلة، يعني أنت أسئلته هو، يعني أزد الوقت إلى 5 دقائق حتى نجيب، ثم نأخذ الثلاث دقائق في 5 دقائق 3 دقائق. لو طيب. ما وافقتش أو تجعل أو تجعل الإجابة أبو آزر أو تجعل الإجابة خارج الوقت، يعني هو لازم يقبل واحدة من الاثنين. إجاباتكم داخل الوقت. مو عليك. أنا مسجل كتابات. لوك اسمع. أنا هذه شوف خليني أراويك. خليني أفتح لك الكاميرا وراويك. هذا كل شيء قاله أحمد العاصي مكتوب. يكذب يقول بعد الضغط الشديد اتباع المعصومين الذي أمر الله بالتمسك بهم، كل في زمانه اتبعوهم بالهجرة والحرب إلى دار السلام. أحمد العاصي مو قاعد يجاوب. طيب هذه كلها مسجلة. يا أبو آزر خليه يبدأ، أنا باخد 3 دقايق ما باخدش أزيد منه. اتفضل. خلاص أنا ما نبدأ أكثر، بس لا يأخذ من وقت يا أبو آزر. لحظة بس، أنا راح أشد العصا من الوسط. لحظة بس، راح أكتمك. لحظة بس، إن شاء الله ما يكتمكم ظالم. طيب أنا راح أخلي المداخلة الأخيرة، أوكي؟ لأنه هو بما أن الضيف لم يوافقك ما أقدرش أنا صراحة. لو وافقك ساعة بساعة والله. إذا خلاص أنا لا أوافق على أن تأخذ وقتي. لحظة بس، أنا سوف أسد العصا من الوسط لأمر يرضيك ويرضيه. راح أجعل المداخلة الأخيرة 10 دقائق ب10 دقائق. لا أبو آزر ولا 10 دقائق. لا المداخلة الأخيرة. لا أبو آزر لا وقف. لا الاتفاق المناظرة 5 دقائق، المداخلة الأخيرة 5 دقائق. المداخلة الأخيرة الختم. لا ولا الأخيرة. الوقت أبو آزر أكمل كما أنت. الكلام مع أبو آزر. طيب تمام. أبو آزر ثواني. هذا الأمر بالاتفاق بين الطرفين وأنا غير موافق. خلاص احنا ما هدوء. طيب أحمد لا تبدأ. لحظة، لما أسأل أنا برا الوقت. طيب السؤال، هل اتباع العترة جميعا، هل النبي أمرنا باتباع العترة جميعا أو واحد يكفي؟ طيب جميل جدا. الجواب ما جاوبنيش. لا يجيب، هو بيسألك. ما جاوبنيش يا شيخ أحمد العاصي، لا إله إلا الله. أحمد لا تقاطع. يا أبو يوسف أنت الثاني لا تقاطع. لما أتكلم أنا أخوي أنا أنقل لك في الأسئلة، أنت الأجوبة في وقتك. هل اتباع العترة جميعا أو واحد يكفي؟ طيب السؤال الثاني، السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هل في هذه الآية اتباع نعم أم لا؟ وهل علي داخل في الآية؟ واذكر لنا واحد من الأنصار وجب اتباعه بما أنت تعتقد. تفضل الآن افتح الكتب. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم يا كريم. شوف إخواني، أما اتباع المعصومين عليهم السلام فهم جميعهم واجبي الاتباع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكل يتبع إمام زمانه المباشر، وأما من بعد إمام زمانه المباشر يتبع كل ما وصله من أقوال العترة عليهم السلام والسيدة الزهراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع المعصومين 14. انتهينا. الآن يكذب أحمد العاصي يقول بعد ضغط شديد، وأنا في المقدمة قلت يابا أنا هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني، وذكرت لك أيضا تعريف يلزمك أنت من البخاري في أول كتاب المناقب للصحابة. ما تجيب، أنت سويت حالك مش سامع. تكذب علي تقول بعد ضغط شديد، تريد تسوي انتصارات وهمية علي. أما الذين اتبعوهم يا أخوان ارجعوا إلى تفسير الطبري يقول
الذين اتبعوهم بالهجرة من دار الحرب إلى دار السلام. لا يوجد شيء اسمه الذين اتبعوهم بأخذ الدين منهم. هؤلاء ليسوا أهل لأخذ الدين، لا يصلحون. أبو بكر يا أخوان ما يعرف يعني آية في كتاب الله لا يستطيع أن يبلغها عن النبي، ليس أهلا. عمر بن الخطاب لا يعرف أحكام شرعية بسيطة، كيف اتبعه؟ يخالف رسول الله عين عينك، يقول نعمة البدعة التي فعلها عمر. واحد مبتدع يعني نتبعه في صحيح البخاري، واحد يقول أنا سويت بدعة، واحد يقول الرسول يقول طلاق 3 في مجلس واحد، أنا أقول لا يصير 3، واحدة في مجلس واحدة تكون، هو يقول لا 3. مبتدع يحرم ما أحل الله وأنا أتبعه. لا يجوز اتباع أبو بكر وعمر، خصوصا أبو بكر وعمر. اعتراف من أحمد العاصي، تعرفون ماذا قال؟ قال أنت إذا هم كلهم موجودين إذا كلهم متهمين. أهلا يا أحمد العاصي، أهلا بك، أهلا وسهلا، أهلا بحبيبنا. وصلتك الفكرة الآن؟ هو هذا الذي نريده. كل صحابتك متهمين بالنفاق، فخرجهم يلا. النبي مكر الله بكم وأخفى أسماءهم للمنافقين، هو هذا الذي نريده. كل صحابي تحت طائلة التشكيك إلا علي، فقط علي الذي قال رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. اليوم لن تستطيع أن تخرج من هذه المناظرة إلا بإسقاط كل الصحابة وكل عدالة الصحابة وردها علي إن استطعت. انتهى. على فكرة أبو يوسف جميل جدا، بقيت تأصل في جواب واحد وترد في جواب واحد. لم أسمع رد في السؤال الثاني. يكفي. مو مشكلة حتى لو كل مداخلة ترد جواب وتخلي الجواب الثاني مو مشكلة. شنو هو السؤال؟ عفوا شنو هو السؤال؟ طيب لا تقاطع، لا يا أخوي لا تقاطع. السؤال: السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في هذه الآية، هل في هذه الآية اتباع؟ وهل علي داخل في الآية؟ واذكر لنا أنصاري وجب اتباعه. هذا رد عليه بعدين. تفضل الشيخ أحمد العاصي. طيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الأستاذ هادي إيه ده حبيبي؟ قال إن الآية ليس فيها اتباع وعلي داخل في الآية لأنهم يقولون الآية خاصة في علي. إذن شكرا لك، بطل اتباع علي باعترافه. قال لا تدل على الاتباع، فإن قال تدل على الاتباع يثبت لنا واحد أنصاري أسقط اتباع علي وطيح بلاش أعوذ بالله وأضاع المعصوم بجرة قلم. قال الصحابة كلهم متهمين، ده إلزام ليك أنت، علي متهم على فهمك أنت، فكيف ستخرج الصحابة؟ قلت بالاتباع ألزمناك، قلنا لك هل يتبعون العترة واحد يكفي ولا الجميع؟ قعد يلف، هل واحد يكفي ولا الجميع؟ قل لي واحد يكفي ولا الجميع؟ واحد يكفي ولا الجميع؟ سؤال سهل، واحد يكفي ولا الجميع؟ واحد يكفي ولا الجميع؟ تعرف تجاوب؟ طيب إذا كان النبي أخفى أسماء المنافقين انتهت المناظرة، فكيف علمت؟ وحي جاءك. بتضحك على ايه؟ اضحك يا حبيبي من شدة الألم. قال الله عز وجل في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه تدل على أنهم جميع الذين ذكرهم الله في الجنة. فإن قال آمنوا تدل على التبعيض منهم. هل آمنوا تدل على التبعيض أم لا؟ سؤال جديد. هل آمنوا تدل على التبعيض؟ آمنوا منهم تدل على التبعيض ولا لا؟ يبقى إذن يا جماعة الخير إحنا قاعدين نتكلم في العدالة وهو لا عارف يعرف عدالة ولا عارف يتكلم. ثم قال أن عمر لا يقبل منه بلاغ. الآن قلت أن المعصوم هو الذي يبلغ فقط. هل المعصوم فقط هو الذي يبلغ الدين؟ يا رجل جاوب عن الأسئلة في العدالة اللي أنت بتتكلم فيها وبتقول ستسقط العدالة، وإلى الآن لم تعرف لنا تعريف العدالة. إلى الآن تعريف العدالة، ما هو مفهومك عن العدالة؟ أنت مش عارف تعريف العدالة.
يا جماعة الخير، والله العظيم الذي وضعه في هذا الموقف أمامي أزرى به، أزرى به. أنت عمال تضحك من الألم. يعني تخيلوا، هو لا عارف يعرف عدالة، ولا عارف يعرف تعريف الصحابي من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك، وبعدين يقول لي بالعترة. طب ما هو إذا كان بالاتباع يبقى أنت بطلت التعريف. من لقي النبي مؤمنا ده التعريف. يعني تخيلوا يا جماعة الخير، إنه يقول لي بالعترة، يبقى التعريف لازمته إيه؟ هو ما هوش فاهم حاجة في الموضوع أصلا، والله ما هو مستوعب الموضوع. إذا أسئلتي أيها الأحبة، إذا كان النبي أخفى فكيف عرفت أسقطت اتباع علي؟ الأسئلة نتمنى تجيب عنها. تفضل. انتهى. طيب أبو يوسف لحظة بس. تفضل. طيب، يقول: هل المعصوم فقط هو الذي يبلغ الدين؟ خارج وإذا الموضوع. كان النبي أخفى كيف اتبعت عليه؟ إذا جيد. النبي خارج الموضوع. أخفى أسماءهم كيف اتبعت عليه؟ تفضل. طيب أولا، هل المعصوم فقط يبلغ أو لا يبلغ؟ خارج الموضوع. طيب، لأنه نحن عندنا الله سبحانه وتعالى قال: أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا الإطاعة المطلقة لله وللرسول وللأئمة، ثم بإذن الإمام والرسول يرجعك إلى فقيه أو متفقه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من المؤمنين. المفتاح أيها الأخوة في كل هذا الكلام الذين آمنوا، الإيمان من المؤمنين بالكتاب والعترة. نحن ما ننجر. الشيخ أحمد العاصي بدأ يترنح من شدة الضربات، ويعني أنا أعلم الضربات قوية، فمرة يقول بعد الضغط أجاب، ومرة يقول أبو يوسف ما أجاب وما يعرف. أحمد العاصي إرسالك على بر. أنا أجبت ولا ما أجبت؟ يعني التعريف أنت ما لقيت شيء، رجعت تقول ما جاوب على التعريف. عمي أنا أعرف الموضوع قوي عليك وشديد، أعرف أنه صدمة أن كل الصحابة الآن التي اعترفت بهم أنت قلت إذا كل الصحابة. أحمد العاصي بعد الضربات استفاق، قال الله أكبر، هذا يريد أن يسقط كل الصحابة بالنفاق. هي طبعا علي بن أبي طالب عليه السلام الله أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا، هو نفس رسول الله، جعله رسول الله خليفته الذي منو فاتح المايك؟ من هذا أخي، هذا ساب بالنبي، ليش صعدته؟ هذا فاتح المايك يقاطعنا. لا انت عايزين بقى يا ابو آزر، يا شيخ احمد سيد يونس. احمد سيد يونس سكر المايك. تفضل. راح وقتي. طيب، يقول بأنه هؤلاء الذين آمنوا. عمي نحن من الصبح نقول لك الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا، مفتاح. محمد رسول الله والذين وعد الله الذين آمنوا منهم، أثبت أنهم كلهم مؤمنين. يقول علي متهم. وين علي متهم؟ أثبت أنه متهم، وكان في المدينة خليفة رسول الله وبمنزلة هارون من موسى. إذا النبي أخفاهم كيف؟ هو هذا سؤالنا، كيف إذا النبي أخفاهم؟ نريد يلا كيف تطلع لنا أبو بكر وعمر وعثمان؟ يقول ابن حزم إن الوليد بن جميع روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وما أعرف الزبير وسعد بن أبي وقاص التسعة المبشرين كلهم في الجنة حاولوا قتل النبي في العقبة، ولهذا قال هو هالك. طبعا رد عليه الإمام الذهبي، الوليد بن جميع من رواة الإمام مسلم. كيفك أنت؟ هاي الحادثة في القرآن. طيب شيخ أحمد اهدى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سألنا يا إخواني، الأستاذ هيفضل أعصابه ومش عارف إيه. إحنا قلنا له ما هو تعريف العدالة؟ العدالة قال من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك. هو ما قالش، إحنا اللي جبناه، فقال أقر بذلك. فإذا كنت تقر بذلك إذا بطل قولك باتباع العترة. بس أنت متناقض، ما أنتش عارف، أنت اللي بتترنح يا حبيبي. أنا ثابت مكاني. سألناه كل سؤال يقول لك خارج الموضوع. لا والله أنت اللي أشكلت وجئت به. والذين اتبعوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ألا تدل على الاتباع. هذا والله أول شيء يسقط آية الاتباع. شكرا لك.
لا تدل على الاتباع وعلي داخل فيها، إذا لا يتبع. حلو جميل. طيب سألناه يا جماعة الخير، هل اتباع واحد من المعصومين يكفي ولا اتباع الجميع؟ ده جاوب عنه؟ ما جاوبش. اتباع واحد من المعصومين يكفي ولا الجميع؟ لم يجب. طيب قال بأن اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، قال إنه هو لا نجوز أن ننقل منهم الدين ولا يبلغون. مش أنت اللي قلت كده؟ قلت لك فهل بلاغ الدين حصر على المعصوم؟ فقال إذا أجاز لنا أن نأخذ من المراجع إذا بطل الأخذ من المعصوم. إذا أجاز المعصوم أن تأخذ الدين من غير المعصوم فلا حاجة للمعصوم. فقال لا، يعني النبي لا حاجة له، هو هيقول كده، أنا مستنيه يقول كده. إذا كان المعصوم أحالك في زمن الغيبة للمراجع والفقهاء فلا حاجة لهذه القاعدة، وسينقض بهذا القول وأنا منتظره عشان ياخذ هدية. تمام. سألناه أيها الأحبة الأكارم عن قول الله عز وجل في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل من هنا تدل على التبعيض أم لا؟ لم يجب. نضيف له قال إن الصحابة لا يعلمون. هل العلم مسقط للعصمة؟ هل الجهل مسقط للعصمة أم لا؟ قال إن عمر ابتدع. أنا برد على اللي أنت بتقوله. فمن أقر من أقر ما ابتدعه عمر حكمه إيه؟ حلو كده يا جماعة الخير. والله الراجل ده أنا صعبان عليا جدا. أنا قاعد والله هادي باخد الكلام اللي بيقوله، وإلى الآن لم يعرف. أنا إلى الآن لم أذكر له حتى مصادر. أنا باخد الكلام اللي بيقوله بلزمه. هل بلاغ الدين حصر على المعصوم؟ قال لا، إذا نقل غيره يكفي، أو إذا أحال إلى غيره. إذن الآن لا حاجة لنا، وقد أحالكم إلى المراجع وهم فيهم الكفاية وانتهت القضية. هل الجهل مسقط للعصمة؟ وما تقوليش خارج، أنت اتهمت الصحابة بالجهل. مسقط للعصمة ولا لا؟ من أقر ما ابتدعه عمر كما قلت حكمه إيه؟ هل اتباع واحد من المعصومين يكفي ولا اتباع الجميع؟ ما جاوبتش عن الأسئلة دي، فنرجو يا أستاذ تجاوب. تفضل. طيب بقيت لكم لحظة حتى يكون في علمكم، باقي مداخلتين. أبو يوسف أنت ابتديت يعني المداخلة هذه، وبقيت لك مداخلة أخرى من 3 دقائق ثم الختم. أنت ابتديت يختم الشيخ أحمد العاصي. تفضل أبو يوسف. يعني 3 مداخلات باقي. المداخلة هذه واللي بعدها 2 3 3 وواحدة 5 صح؟ المداخلة هذه ليك 3 ثم اللي بعدها 3 ثم 5. تفضل. صحيح، هو هذا اللي نقول. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني الاعزاء، ما يجيب الشيخ احمد العاصي. ليش؟ لان احمد العاصي انصدم بقضيه ان الصحابه كلهم متهمين. الان ما عنده شيء يشغب الفقهاء المعصومين. عمي جاوب، الموضوع عداله الصحابه. الموضوع يا احمد الان اهل السنه. تتذكر الشيخ العرعور ماذا يقول؟ اهل السنه الان يقول لك فضحتونا. أجب عليه. طارت العدالة مال الصحابة راحت. جاوب، يعني يقول لك جاوب يا أحمد العاصي، ما يصير. الآن الصحابة كلهم، أبو بكر يقول ويلاه اتهموني بالنفاق، عمر يقول ويلاه، عثمان، سعد بن أبي 9 المبشرين بالجنة، فقط علي هو اللي خلصان. كيف تأخذ دينك من أناس متهمين بالنفاق؟ أناس اتهموا بالنفاق بقتل النبي، أعظم جريمة. ولهذا النبي الله مكر بكم، والله سبحانه وتعالى جعل هذا سلاح قوة لمن لا يريد اتباع الصحابة. يقول لك يعني أخرج لي إياهم من محاولة اغتيال النبي وأنا مستعد أناقشك في بقية الأمور. طيب، بطل قولك في أن الصحابة إذا أرجعك إلى المعصوم ما أعرف شنو. عمي هذا القول إذا قاله الشيعة ألزمهم به، إذا ما قالوه إلزاماتك كلها باطلة. جيد. نحن نقول إذا المعصوم أمرك وقال لك خذ جزئيا، أنت ما تعرف وظائف المعصوم. أنت النبي محمد عندك ساعي بريد، تظن فقط التبليغ هي وظيفة الإمام والنبي. طيب، يقول من أقر بدعة عمر
من أقر بدعة عمر مثله. الإمام علي عليه السلام قال أيها الناس هاي بدعة اتركوها، قالوا وسنة عمر، قال روحوا افعلوا ما تريدون، أنتم متبعين للمبتدع عمر بن الخطاب. لقد عملت الولاة قبلي أعمالا ابتدعوا فيها وخالفوا فيها سنة رسول الله، ولهذا رفض أن يبايع على سنتهم وسيرتهم. هل الجهل مسقط للعصمة من نفس المعصوم؟ نعم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما جهل عندك لما جهل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكما شرعيا ماذا حصل به؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. صار يمدح الأصنام عندك النبي. طيب أيها المسلمون 6 ثواني. كيف يستطيع أحمد العاصي أن ينجي أبا بكر وعمر من محاولة اغتيال النبي؟ انتهى. الحمد لله رب العالمين. لحظة الشيخ أحمد العاصي الله يخليك. أبو يوب عندك كم من سؤال؟ 2 3 4 5 6 7 8 أسئلة للشيخ أحمد العاصي. سؤال 2 يا حبيبي هو مش هيجاوب عن شيء، ما يجاوب عن شيء. لحظة دعه مش هيجاوب. خليني بس مداخلتي دي لحظة الله يا شيخ أحمد العاصي، هذه مداخلتي وياكم، منظم البث مداخلته وياكم. انك تعيد له الأسئلة، أنا عايز المداخلة بس، مش عايزك تعيد له الأسئلة. يا حبيبي إن شاء الله. أبو يوسف علشان يكون في علمك تراك لازم إلا ب3 أسئلة ومتوقف فيها. حلو، تفضل الآن الشيخ أحمد العاصي. طيب الحمد لله رب العالمين. اتهم علي بأنه مبتدع عياذا بالله في كتاب الحدائق الناظرة، ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله: سألت عن الصلاة في رمضان في المساجد لما قدم أمير المؤمنين الكوفة، قال لا صلاة في شهر رمضان، فنادى الناس الحسن بما أمره به أمير المؤمنين، فلما سمع الناس مقالة الحسن ابن علي صاحوا وعمرا، فلما رجع الحسن قال ما هذا الصوت؟ قال يا أمير المؤمنين يصيحون وعمرا، قال لهم صلوا فعلي مبتدع، قال هو مثله مبتدع بالضربة القاضية، وصف علي بأنه مبتدع، أسقط عصمته وأطاح به. هيا يلا حبيبي. قال صلوا. وأما قوله لم يأخذ بسنتهم سنبين لك أنه أخذ بسنتهم. قال الجهل مسقط للعصمة. حلو، فعلي لما جهل حكم المزي أسقط عصمته مرة ثانية، وموسى لما جهل الأمور الثلاثة أسقط عصمته، فما اكتفى بأن يسقط عصمة علي مرتين فأسقط عصمة موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى لم يكن يعلم، فإن قال اثبت لي أنه لم يكن يعلم، أنا عارف أنه هيقول كده. حلو كده. طيب هذه قال النبي عندنا ساعي بريد، تأدب مع مقام النبي. النبي عندكم انتوا كده، لأن النبي جاي لعلي بس، جاي يبلغ علي بس يا حبيبي. طيب أسئلتنا يا جماعة الخير هيجاوب عنها؟ لا. ليه؟ لأنه لا هم له إلا الطعن فردت في نحره. والآن في المداخلة القادمة عندي مفاجأة مخليها للمداخلة الأخيرة. للمداخلة الأخيرة عشان تبقى ختامه مسك، ونبين كيف طعن في أئمته. وإلى الآن أيها الأحبة الأكارم لم يجب عن أسئلتي. والله حق لكم يا أهل السنة أن تعلموا أنكم على عقيدة من فولاذ، لا شيعي ولا أي واحد في الدنيا يقدر يحاور سني. إلى الآن مش عارف يعرف التعريف، فيقول لي خرج أبو بكر. هو أبو بكر دخل أصلا في القضية؟ أنت إلى الآن مش عارف تدخله، أنت إلى الآن مش عارف تثبت عليه التهمة. أنا قاعد على البراءة الأصلية، يقول لي لا الأصل الاتهام، يبقى الأصل في كل المسلمين الاتهام. ده أول مرة في حياتي أسمع الكلام ده. فالبينة على من ادعى. اثبت لي يا حبيبي. فقال كل الصحابة متهمين. كل الصحابة مين يا حبيبي؟ هذا من باب الإلزام لك. فنرجو بعدما طعنت في علي وقلت بأنه مبتدع وطعنت فيه وقلت سقطت عصمته لأنه جهل حكم المزي، فإن قال اثبت لي هجيب لك الرواية. أنا منتظرك، تفضل يا أستاذ. يلا حبيبي. طيب جميل. المداخلة الأخيرة أبو يوسف، لحظة ضبط 5 دقائق. أنت قلت 2 2 3 وبعدين خلاص الآن لا، هذه المداخلة الأخيرة 5 الآن.
ما في مشكلة، بس أنا سمعتك قلت 2-2 صح يا محور الكون؟ يعني المداخلة قلت 3 ثم 3 يعني واحدة إله واحدة إلي. فهمتك خلاص. واحدة إله 3 واحدة إلي. فهمتك عليك خلاص. نور. تتكلم عربي تتكلم فرنساوي ليه؟ طيب تفضل يا مرسي. مش انجليزي يا مرسي. طيب وابغى واحدة علي على الطاير ستأتيك. اخواني، هل علمتم انا كيف اعلم الغيب ما للوهابية؟ دائما اقول لكم انا اعلم غيب الوهابية، ولهذا في المداخلة السابقة هو اراد ان يطعن في امير المؤمنين علي، فاجبته وارجعتها الى نحره فبهت، ما كان عنده. قلت له إن عليا عليه السلام قال لهم روحوا صلوا، ثم لم يرجعهم راضيا بهم، بل قال إنه ماذا؟ هذه بدعة من الخلفاء الذين سبقوه، وأنه رفض سنتهم ولم يستطع. أنا أعلم غيبكم، ولهذا أنت ما تستطيع معي، لن تستطيع معي صبرا. اسمعوا أيها الأخوة، يقول أسقط اتباع علي بقضية السابقون الأولون. عمي راجع علمائك، يقولون اتباع بالهجرة من دار الحرب إلى دار السلام، أما اتباع علي عليه السلام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث الثقلين إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي بالقرآن المحكم والسنة المتواترة. تشفيك أنت. متى الشيعة استدلوا بآية السابقون الأولون على اتباع علي؟ هذا من باب الإلزام لكم، يقول لكم أسبق السابقين علي، إذا كنتم تقولون بأنه هذه آية فيها اتباع. ايش فيك أنت؟ طيب يقول حكم المذي. عمي أنت ايش فيك؟ أنت تريد تقعد عقيدة بروايات أحاد؟ هل قالوا لك أنا وهابي أقول مثل ما قال ابن تيمية أحاديث الآحاد التي تبنى عليها أصول الديانات؟ عمي ده روح. طيب يقول موسى لم يكن يعلم، هذا عندك أنت. نحن عندنا فيما يحتاجه الإمام والنبي عند كونه إماما ونبيا يقود الناس، لا يكون أحد أعلم منه فيما يحتاجه. أما قضية موسى يتعلم من نبي آخر مثل الخضر أو عبدا صالحا لكي يعلمه الله شيء لا علاقة له باتباع الناس وكذا، هذا شيء آخر. طيب يقول النبي ساعي بريد هو زعل. لا، عندكم النبي ساعي بريد، وعندكم النبي مجرد ساعي بريد، جاب طارش، جاب الرسالة رماها وقال يلا هي بيد المنافقين، هي بيد الخمارين، هي بيد السارقين، تركت فيكم كتاب الله وسنتي، إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي. في من حاولوا قتلي من المنافقين، في من كانوا يزنون، في من كانوا يشربون خمر، في من ارتدوا على أعقابهم القهقرة. أيها الأخوة، الصحابة في صحيح البخاري ومسلم ارتدوا. الصحابة في صحيح البخاري يقول عنهم لقد غيرنا ضيعنا كل شيء، كل شيء كان على عهد رسول الله ضيعوه، حتى الصلاة، حتى جاءهم علي جاءهم فصلى بهم فذكرهم بصلاة كانوا يصلونها بصلاة رسول الله. أي عقيدة من فولاذ؟ والله عقيدتك تنك أنت تنك. يقول دخل الصحابة. عمي أنت اللي اعترفت، أنت اللي فهمت الإلزام، والله وبالله وتالله يا أحمد العاصي، لا أنت ولا أحمد سيد يونس ولا أبو آزر ولا كل علماءك الذين في قصورهم ولا الذين في قبورهم. لا أنا وش دخلني؟ ايش فيك أنت؟ أنا وش دخلني؟ لا أنا حاورتك في قضية أبو بكر وعمر، في قضية العقبة. جيت عليك. والله لو اجتمع علماءك يا أحمد العاصي الذين في القبور والذين في القصور على أن يخرجوا صحابتك الذين قلت تأخذ منهم الدين وأنهم عدول من تهمة اتباع النبي الذي كلهم متهمين فيها لأنهم كلهم موجودون، إلا بالطريقة التي يبرئ الشيعة فيها الصحابة، لن يستطيعوا. وهذا تحدي لك يا أحمد العاصي وتحدي لأحمد سيد يونس. أما أحاديثك المكذوبة التي عندك فلا قيمة لها،
لأنها لا توافق القرآن والعترة. يجب أن يكون مرجعية في قبول الحديث وفي فهم الحديث وفي السنة. إذا اختلف علي مع أبي بكر من نرجع؟ علي في البخاري ومسلم يقول عن أبي بكر وعمر منافقين خالصي النفاق، كاذبين آثمين خائنين غادرين، 4 من كن فيه كان منافقا خالصا وإن كانت فيه خصلة. وعلي وصف أبا بكر وعمر بكل ال4 أوصاف، فكانوا منافقين ورفض اتباعهم وثبت نفاقهم وسقط دينكم. سقط دينكم والله أكبر. الله أكبر. علي انتهى. الحمد لله رب العالمين. شيخ أحمد العاصي اسمع المداخلة دي هتعجبك جدا، هتعجبك إن شاء الله. العالم يسقط ويبقى علي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الأستاذ هيفرقع مننا. قال أيها الأحبة الأكارم سقطت عدالة الأئمة. لا، بل سقطت عصمة أئمتكم إن كانت لهم عصمة. يقول المقنع في الغيبة للطوسي: لما لم يستتر الأئمة السابقون؟ قال: فإن قيل إن كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عندكم في تقية وخوف. قلنا: ما كان على آبائه من خوف من أعدائهم مع لزومهم التقية والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن أنفسهم. فأئمتك قد وقعوا في الكفر وفعلوا الكفر، فلا تأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودار على عيبتك وعيبة أئمتك، فقد وقعوا في الكفر، فأين أنتم من السرى ومن السريا؟ يقول هنا أيها الأحبة الأكارم، اسمعوا ماذا يقول. يقول عن حمران في تفسير البرهان: قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني بذلك نحن، فقد كتموا البينات والهدى والله قد وصف ذلك باللعن. فأئمتك ملعونون، ليس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا 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 لحظة. لم يلعن هو ولم يتطرق لي. لا قال كاذبان آثمان غادران. قال لك هذا ما نقله من كتبه. لا هذا فهم، سنجيب عن هذه لم يكن الصحابة ملعونين. طيب هذه الرواية تقول ذلك. الله يقول يا شيخ أحمد. طيب حاضر، هنقول الله يقول من كتم الآيات فهو ملعون وقد كتم أئمتك كما قالت الآيات. الله أكبر أيها الأحبة. وأما كاذبان آثمان غادران فالجواب أيها الأحبة بأن الكلام من باب المشاكلة وليس من قبيل الخبر، ولو راجع بقية الرواية. ولذلك أنا قلت ويطعن في أصحاب النبي، ولذلك رددناها في نحره. ولذلك لو قال وإنه لبار صادق راشد، هذا يدل على أنه من باب المشاكلة، أو كما ذكرت في حلقات كثيرة على حذف أداة الاستفهام. تمام. وأما قوله بأن الأئمة أو الصحابة سقطت عدالتهم ومطعونون ومدري مين، أنت إلى الآن لم تعرف العدالة ولم تجب عن أسئلتنا أيها الأحبة. سألناه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، قال علي ما يدخل أصلا. أما قال لا تجب الاتباع، فإذا الآية بطلت خلاص. وسألناه عن أسئلة كثيرة ما جاوب عنها. هل اتباع واحد من المعصومين يكفي؟ ما جاوبش، ما يقدرش. هل الجهل مسقط للعصمة؟ قال نعم، فسقطت عدالة أئمتك. قال هذا حديث آحاد، أنتم بنيتم دينكم كله على أحاديث الآحاد، ونتحداكم والله ما في حديث متواتر عند الشيعة، لا في كما قال الخوئي أسماء الأئمة لم تثبت بالتواتر. إذا سقط دينكم بالكلية وانتهت القضية يا سيدي، ولا تزعل. هذا عالمك الخوئي أسقطت الدين الشيعي. مش قلت لك أنا محضر لك مفاجآت في المداخلة الأخيرة؟ أراد أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم منافقون. إن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منافقين فقد أطاعهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم الرزية ولم يكتب الكتاب، فيلزمه أن النبي عياذا بالله أطاعهم، والله عز وجل قد نهى عن طاعة الكافرين والمنافقين. فنبيك أنت متهم في دينه. إن كان نبيك متهم في دينه وأطاع المنافقين وأتمن المنافقين، فكيف تأتي وتتكلم معنا؟ فاذهب إلى نبيك الذي
أطاع المنافقين. وأما قوله أن نبينا ساعي بريد وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نبيك قد جاء يبلغ الرسالة إلى علي وانقطعت إمامته بعد ذلك، ولذلك قلتم بوجوب إمام بعده، وأن القرآن والسنة بدون معصوم كتاب ضلالة، كتاب ضلالة، كتاب ضلالة. يعني لا القرآن ولا السنة ولا النبي عليه الصلاة والسلام لهم قيمة عندك. أنت تتكلم عن من؟ تبحث عن عدالة من؟ ابحث عن عدالة نبيك الأول، عن عصمة نبيك الأول. نبيك جاء يبلغ علي فقط، نبيك جاء يبلغ علي فقط. أنا خلاص انتهت المداخلة وما في تعليقات بعد ذلك، انتهى كل شيء، قضينا عليه، قصفنا جبهته، ولذلك اختفى وولى الأدبار، ولذلك اختفى وولى الأدبار. أرأيتم أيها الأحبة؟ أراد أن يناظر في عدالة الصحابة فطعن في عصمة نبيه، ووصف نبيه بأنه منافق، وأن إمامه ساقط العدالة والعصمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.